السلام عليكم. شلونكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة وبخير إن شاء الله. حبايبي متابعيني، راح أقدم لكم اليوم طريقة صمون الحجر العراقي. طبعا هاي الطريقة راح أقدمها بناء على طلبات بعض الصديقات مني إنه أقدم لهم هذا الصمون الحجري، فأنا إن شاء الله اليوم راح أقدمها حتى كل متابعيني يشوفون طريقة تقديم صمون الحجر العراقي، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها. هسه نجي على المقادير. المقادير هي عبارة عن 5 كواب طحين. أي كوب أنت تختاريه، مو بالضرورة الكوب القياسي، المهم تختارين المواد تقيسيها بكوب واحد. فمن أقول 5 كواب، المقادير اللي أنت تقيسين بها الطحين نفسي اللي راح تقيسين بها المي مالتك. فهنا أنا مستعمل 5 كواب طحين، كوبين مي للعجن. طبعا المي هنا يعتمد حسب نوع الطحين، أحيانا تحتاجين أقل، أحيانا تحتاجين أكثر. كل طحين يختلف طريقة تشريبه للمي، فأنت هنا تحتاجين مي يمكن يجوز ربما يعني كوبين وربع، ربما أقل من الكوبين. مبدئيا عندنا كوبين مي دافي، عندي هنا خمرة ملعقة كبيرة، ملعقة كوب سكر، ملعقة كبيرة زيت ذرة، أي زيت عندك نباتي، وهنا ملعقة كوب سكر، هنا عفوا هنا ملعقة كوب ملح. هسه أول شي أسويه أخلي الخميرة ويا السكر واخلي عليهم مي دافي حتى تتفاعل الخميره مالتي. اتركها بمكان دافي الى ان تتفاعل واستعملها. هسه راح اضيف الملح، راح اضيف الزيت مالتي، اقلب هاي المكونات كلها ويا الزيت اللي ضفته. هو زيت كميه قليله، بس احاول افكك الطحين اللي يتكتل من ضفة الزيت حتى يبقى يتجمع عندي بمكان واحد. أنا أسوي حفرة بالوسط، أضيف لها الخمرة مالتي، هاي أبدي أعجن شوي شوي. بسم الله، أعجن وأضيف مي شوي شوية، ما أضيف المي دفعة واحدة، شوي شوي إضافة المي تصير. حبايبي هاي العجينة صارت عندي بهالطريقة بحيث ما تلتصق بالمجان اللي أعجن بيها. ولاحظوها العجينة مو كلش قوية ولا كلش لينة، وسط. هسه حبايبي هاي كملتها وعجنتها وغطيتها، راح اعوفها بمكان دافئ الى ان تختمر وارجع لكم ان شاء الله. رجعت لكم بعد ان اختمرت العجينة وصارت. هسه رشيت السطح مال كاونتر بالطحين، وراح اقطعه واتركه يرتاح هماتين. خليت طبعا طحين وخليت كلينج فيلم جوا على الكاونتر. وهسه راح طبعا هاي الطريقة انه انت ترتاح، انه اول شي تضمنين انه مكان العمل انت بعد خالك كلينج فيلم انه هو يعني نظيف 100%. وثاني شي تضمنين انت ما راح المكان ما راح يتوسخ ويتخربط بالكامل، انه مجرد تشيلين الكلينج فيلم بعد ما تكملين، ما تحتاجين تسوين شي وراها. قطعه كله وارجع لكم ان شاء الله. حبايبي هاي رجعت لكم بعد ان ارتاحت العجينة. هسه راح ابدي اشكل الشكل المغزلي مالتها.
طبعا ما جالكم ضعفوها ورققوها لانه هي اول تار راح تنفش. وبيرفكت شكل الصمون الحجري العراقي، بس نحاول نسوي قريب إلا على الأقل. هسه أشيلها أخليها بالصينية. أخذ قطعة ثانية. لأن ما تنبرم جواها نايلون، تشوفون لو كان جواها فد تختة خشب أو شي كان أسهل عملية البرم. راح اخليها في الصينية. باي هاي سويت لكم اياها على التختة حتى تشوفون اسهل تصير. شكل المغزلي مع الصمون العراقي مميز، مو دائما يطلع مضبوط. نخليها نتركها هاي الصمونة بالصينية، نتركها لمدة ساعة على هالوضعية، نغطيها ونتركها لمدة ساعة إلى تصير. هسه أكمل العدد الباقي وأشوفكم. أتركها لمدة ساعة، أغطيها وأتركها لمدة ساعة وأرجع لكم إن شاء الله حتى نخبزها سوا. حبايبي هاي رجعت لكم. هنا حضرت عندي خلطة طحين، شوية طحين وشوية مي أمسح بيها وجه الصمون. على كيفي ما أضغط حيل لأنه أنا يعني تركته فترة حتى ينتفخ ياخذ هواء، يعني يتخمر مرة الأخ يتضاعف، فما أقدر أضغط عليه كلش هواية. طبعا أنا محمية الفرن على أعلى درجة عندي، أنا حطيتها هسه على 230. كل الكمية أسويها بنفس الطريقة يطلع من الفرن إن شاء الله وأرجع لكم. حبايبي هاي كمان الصمون خبزناه، شوفوا شلون طلع كلش طيب ومقسب، يعني حار وطيب ومقسب. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وجربوها. شوفوها شقد خفيفة من الداخل، يا رب تعجبكم وجربوها. حبايبي إذا عجبتكم الطريقة لا تنسون الاشتراك بالقناة والضغط على زر إعجاب وضغط على التنبيهات حتى يوصلكم كل ما هو جديد، وإن شاء الله أقدم لكم وصفات أخرى جديدة. ولا تنسون تتركون تعليقات على الفيديو حتى نعرف شنو اللي تريدون تشوفوه أو نطبخ لكم إياه إن شاء الله. مع السلامة.